يعني حراميه في كي جي 2، حراميه في تايلاند، والرجل الابيض المتوسط، وعسكر في المعسكر، وجاي في السريع، ده ماجد. اما بقى كباريه والفرح و6 7 8 والاصليين وشيخ جاكسون وتراب الماس والجريمه، ده ماجد تاني خالص. طيب بص، انا بصراحه احترت وانا بحضر الفيديو ده، وما عنديش شك ان ماجد الكدواني على الاقل حاليا هو من افضل 3 ممثلين في مصر. لكن السؤال هنا، هو ماجد الكدواني من انهي مدرسه تمثيليه؟ يعني لما قعدت راجع افلامه لقيت انه قادر يقنعك انه الضابط الفاسد، مقتل السيدة بشرى صيرة، تم العثور على جثتها في شقتها الفخمة والجثة منفوخة. او الضابط الشريف اللي بيدور على الحق. انت تعرف يا نصر ان في واحد زيك كده اتضرب في اتوبيس تاني وبنفس الطريقه وفي نفس المكان؟ صدفه دي بقى ولا ايه؟ اشهر نبطشي افراح في مصر، ومن مشهد واحد في بداية مسيرته يقدر يقنعك انه مختل عقليا. ما تخافش، تعال هعمل لك كوبايه شاي. تعال. اب معقد نفسيا تكرهه من اول نظرة، عشان هزق وابن امك عيل طري. او مدمن متعافي. كنت زي المجنون بدور على كل حته في جسمي علشان اضرب فيها، مفيش. مجنون 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 بجد. طب بلاش كل ده، عايزين شخصية معقدة ومركبة كده. ايه رأيك في مدمن خمرة وعنده اعاقة واخوه اخد ميراثه وسيطر عليه؟ اتخنقت من قعدة الحمام، قرفت. انت ايه؟ ما بتحسش بحد؟ ده انا اخوك يا اخي. كل دي ادوار عملها وعمل غيرها في الاصليين وهيبتا وطلق صناعي وبره المنهج، فتقدر تقول انه مدرسه احمد زكي اللي بتعتمد على الواقعيه في الاداء لدرجه انك تصدقه وتنسى انه بيمثل. وده لاهتمامه بالاداء الحركي ولغه الجسد ونبره الصوت والاندماج الكامل مع الشخصيه اللي بيلعبها، بحيث انك تشوف كل تفاصيل الضابط غير السواق غير الطبال غير البواب. على العكس تماما مدرسة عادل إمام اللي كان بيمثل بطبيعته تماما، وتحس إن عادل إمام اللي بتشوفه في الأفلام هو عادل إمام اللي في الحقيقة. متصور اللي انا الشيطان اللي بيطلع في التلفزيون فبيخش عليا في السرير بالضرب، يبقى هو ايده ناشفه بالبنيات بالبتاع. ليه يا ابني كده؟ هو مش بيمثل، هو بيطلع بشخصيته الطبيعية اللي كانت كافية جدا إنها تخليه النجم الأول في مصر والوطن العربي لمدة تتجاوز 50 سنة. لكن انت بتتفرج على الفيلم علشان عادل امام، انت هتشوف نفس الحركات ونفس الطريقه والمشيه، واحتمال يبقى نفس اللبس وتسريحه الشعر كمان. هنا الممثل بيبقى هو الموضوع، والغريب انك في كل مره بتحبه عادي ومش بتمل منه. ودي المدرسه اللي انا شايف ان ماجد الكدواني انتمى ليها ولمده 9 سنين متواصله قبل ما يغير جلده ويبدا ينتمي لمدرسه تانية في التمثيل. ولا هو لسه تابع للمدرسه دي ولا ايه؟ انا احترت. يا ريت تقول لي رايك في التعليقات. وقبل ما نتكلم في اعمال ماجد الكدواني وازاي اتدحلب لقلوب الناس بتفاصيل الشخصيات اللي عملها في بدايه مسيرته، خليني الاول اكلمك عن ماجد الانسان. انتي مذيعة؟ ايه ده، انت شفتني في التلفزيون؟ لا خالص، بس انتي خاسة بجد؟ لا خاسة. انتي عملتي ايه؟ اكتر حاجه اخدت بالي منها وانا بتفرج على لقاءاته انه انسان مهذب ومتواضع جدا. لانه انا مش هينفع انا اتكلم عن ماجد، لكن هو ممتع في الشغل بجد، وده مصطلح والله مش بقوله عشان هو يعني بسببك حبيبي. ده حقيقي بسببه. هنا كان ليك بقى دخلة وهيبة، أنا صدقتها. البركه في ربنا. انا لسه بقول للاستاذ جمال سليمان هو شرف ليا اصلا يعني ان انا بسلم عليه، لان اول مره التقي بيه الحقيقه. لدرجة إن إسعاد يونس كانت بتسأله عن الصعوبات اللي واجهوها في تايلاند لما سافروا للتصوير هناك، فده كان رده. طاقة المكان، طاقة البلد. في أماكن مريحة، في أماكن مش مريحة، بدون الخوض يعني. اللي هو لأ، مش هاخد في سمعة حد بحاجة وحشة حتى لو كان جماد مش إنسان. وزي ما وصفه واحد من الجمهور اللي كان بيتابع لقاء ليه، قال إن ماجد الكدواني كتلة إنسانية تمشي على الأرض. بيحكي الكدواني إنه كان عايش في الكويت من سن ابتدائي لحد الثانوية العامة، وهناك حصلت له حادثة كانت السبب في إنه بعد كده يقدر يدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه، بعد ما بيطلب منه دكتور اشرف زكي ودكتوره سميره محسن الانتساب للمعهد. لما بيشوفوه بيعجبوا بيه على مسرح الجامعه، لكن الكدواني بيكون اتخرج في كليه الفنون الجميله وكان لازم يؤدي الخدمه العسكريه. عندي مشكلة ان انا لما بمشي كتير واجي اقف على رجلي تاني يوم الصبح ما اعرفش احطها على الارض عدلة، بعرج شوية كده. قال لي نكشف، قال لي عندك تهتك اربطة، انت ما ينفعش تقف اكتر من نص ساعة. وادوني اعفاء ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه. سبحانك يا ربي، هم اللي ادوني اعفاء عشان يبقى ماجد الكدواني.
وبيبدأ ماجد الكدواني رحلته في السينما وبيتميز تحديدا في لعب الدور التاني، واشتغل مع أحمد مكي وأحمد عز وآسر ياسين وأحمد الفيشاوي، كريم عبد العزيز، هاني رمزي، إرهام عبد الغفور، نيلي كريم، الأستاذة ماجدة زكي. لكن بدايته الحقيقية كانت مع كريم عبد العزيز، وهما الاتنين زي ما عملوا ثنائية سينمائية وعملوا مع بعض 4 أفلام، هما كمان عملوا ثنائية في الصداقة نادرا ما بنشوفها بالذات في الوسط الفني، استمرت لمدة 24 سنة. ربنا يديمها نعمة ويبعد عننا العيدان، وقلبه صافي ومصدق. شبهك. هو دايما يقول لي احنا أيوة. مصروفين لبعض، احنا فوله وما اتقسمتش نصين. المهم بيبدا الكدواني زي ما قلت لك من شويه بمدرسه عادل امام، هو ما بيضيفش تفاصيل كتير للشخصيات اللي بيعملها، وتحسه كده على طبيعته وبيمثل بدون تكلف. ويلا عد معايا الادوار اللي لعبها الكدواني وهتشعر ان كلهم تقريبا دور واحد. حراميه في KG 2 كانت البدايه الحقيقيه للكدواني، وكانت بدايه ان الناس تعرفه وتشاور عليه. رياكشناته مريحه كده، وشه طفولي، وطبعا دمه خفيف. قالها لها ازاي؟ لا تعالى مساك العربيه يا بيبي، وراح عامل لها كده يا رخا يا بي يا تقلو يا ساتر. وفي نفس السنه بيشترك في فيلم جاي في السريع مع هاني رمزي، وبتلاحظ انه ما اتغيرش كتير، نفس الرياكشن تقريبا، نفس نظره الاستغراب، لكن ما بتزهقش منه وما بتحسش انه مكرر، ومبسوط وانت بتشوفه عادي. السنه اللي بعدها المفروض بقى انه بيغير جلده تماما وبيعمل دور حرامي، بس حرامي دمه خفيف. انا قفلت الباب خلاص، عايز تعمل ايه في الفوطه دي؟ هنا ما كناش لسه حفظنا اسم الكدواني، لكن بقينا عارفين انه طالما على افيش الفيلم يبقى هنضحك. السنه اللي بعدها بيشترك في فيلمين، حراميه في تايلاند وعسكر في المعسكر. حراميه في تايلاند ساندرا نشأت بتضيف لشخصيه فطين لمسه كرتونيه كده من اول تقديمه في الفيلم ولبسه، وزود عليها بقى رياكشناته الطفوليه اللي هتخليك كده كده تحبه، وافيهات بقى، افيهات كتير. حضرتك مجنون؟ لا شريف. انا فطين، اهلا وسهلا. اهلا بيك. على فكره شكلنا هنبقى اصحاب. وفي عسكر في المعسكر بيقول افيه واحد بيفضل عايش اكتر من 20 سنه. انا في الفرعونيه. ماشي حاضر، هقتل واديك رن. بعدها مش بس الجمهور اللي بياخد باله من الكدواني، لا المنتجين كمان اخدوا بالهم وشافوا انه يقدر يشيل فيلم لوحده، وعمل فيلم جاي في السريع. الفيلم فشل في السينما وما جابش ايرادات لاسباب ليها علاقه بالتسويق ومشاكل انتاجيه والدعايه، يعني مثلا كانوا عاملين اغنيه للفيلم على طريقه التسعينات اللي كانت ادمت وقتها. المهم الفيلم رغم فشله في السينما لكن بينجح في التلفزيون، والناس بتتعرف اكتر على الكدواني وبنفس الرياكشن برضه. ولما الفيلم ده بيتشال من دور العرض بعد ايام قليله قوي من عرض الفيلم في السينمات، بتجيله مكالمه من مين؟ عادل امام. الو، يا ماجد. ايوه مين معايا؟ قال لي انا عادل امام. قال لي بقول لك يا ماجد، عايز اقول لك على حاجه، لا ليك دعوه بانتاج ولا توزيع ولا سينمات صغيره ولا سينمات كبيره ولا قاعات كبيره ولا قاعات صغيره ولا دعايه ولا افيشات ولا مالكش دعوه بحاجه. عايز اقول لك كلمه، مثل بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عايز يحطك فيه. وبيرجع الكدواني بعد كده يلعب الدور التاني اللي الناس حبته فيه، وبيشترك في 4 أفلام ورا بعض تقريبا، الرهينة والعيال هربت وشيكامارا ومقلب حرامية، اللي هم برضه هتلاحظ فيهم نفس طريقة التمثيل ونفس ردود الأفعال تقريبا. وهنا بدأ الكدواني يودع مدرسة عادل إمام ويقدم أوراق اعتماده في مدرسة أحمد زكي بدوره في فيلم كباريه. لكن ما بين الحقبتين دول الكدواني عمل فيلم كان علامة فارقة في رحلته، اجتمع مع المخرج الجامد جدا أحمد الجندي اللي عمل مسلسل الكبير والحرب العالمية الثالثة، اتش دبور، يوم ملوش لازمه، وبنك الحظ، والعبقري احمد مكي. مكي عنده خيال عجيب، فلما بيكشف لنا عن خياله بنبقى هنموت مش قادرين. يعني فظيع. فخدوني هما الاتنين كده شيله حيله بيله كده من يميني وشمالي، ورحنا طايرين في طير انت. انا اعرف عنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش عن نفسك. عرفت انا مين؟ ضابط في امن الدوله. وبعدها بتبتدي النسخة التانية من ماجد الكدواني اللي عمل فيها أدوار العسلي، نبطشي الأفراح، الضابط عصام، سمير عليوة، هاني عبد الحي، العقيد وليد سلطان، المذيع أحمد وحيد، والعقيد أمجد الحسيني. ومؤخرا وصل الكدواني لمرحلة من النضج إنه يعمل دور الأب، وبيعمل جزئين من مسلسل موضوع عائلي اللي من أمتع المسلسلات العائلية اللي اتعرضت في الفترة الأخيرة، وعمل نجاح كبير جدا. وفي أخبار بتقول إنهم شغالين على الجزء الثالث دلوقتي، فدينا مستنيه. وممكن وأنت قاعد مستني كده تعمل لايك للحلقة لو عجبتك، واعمل اشتراك في القناة. 90% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش عاملين اشتراك في القناة يا جماعة. وبس كده خلاص، الحلقة خلصت.